نعرف المغرب صعيبة. نهار 9 ديسمبر وختام مسك بيا المقراني وسوفي غربال معناها في المونو بوبسلاك في انسبروك تزلج على الجليد اللي اختصاص كأنه حلم انه في تونس يوصل رياضي 3 رياضيين باش يشاركوا في الالعاب الاولمبيه الشتويه في الرياضه هذه. صحيت. وهو تقرير ترشحوا وتبارك الله. صحيح. هو تقرير لبيب صغير باش يلخص لنا مسيره الثالوث هذايا والتركيز على ال3 رياضيين اللي تأهلوا للألعاب الأولمبية الشتوية جانفي القادم. من 19 جانفي حتى ل1 فيفري. ولدنا يلعب نهار 22 وبناتنا نهار 23. وبيا وسوفي كانوا حاضرين معنا، كانوا حاضرين في هذا المساء. نسمع تقرير من أعداد لبيب الصغير خاص بالثالوث اللي تأهل للألعاب الأولمبية الشتوية. نسمع التقرير. تونس في الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب، هل هي حقيقة أو مجرد أحلام؟ لا، الأخبار صحيح وليس مجرد كلام. أسمعوا البدايات وافهموا النهايات. فزورة تونسية وتشنشينة اكتبها وسجلها وخرجها للعالم. إيهاب عياد تونسي لحما ودما، مغروم وحب يخدم البلاد، وبدأ بالهوكي على الجليد، كون نواة منتخب وشارك به باسم النجمة والهلال. إيهاب عنده أكثر من 10 سنين وهو يخمم ويفكر وينفذ ويطبق ويصرف ويدفع من فلوسه، لعل وعسى في يوم من الأيام تشارك تونس الزيتون، تونس الفوسفات، تونس البحر والصحراء في ألعاب أولمبية شتوية أرضياتها وأبسطتها من جليد لا يوجد في تونس إلا في الصور والكواتروات. ومنذ 18 شهر راهن على مجموعة من الشبان للوصول إلى الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب بغانغون في كوريا الجنوبية من 19 جانفي ل1 فيفري 2024. اتصل ونسق مع مؤسسة الإرث الأولمبي الكورية اللي ساهمت 200 ألف دولار لدعم تأهل أبناء من القارة الإفريقية إلى ألعاب الجليد والصقيع. وشاركت في التصفيات تونس والجزائر وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وفي الختام تأهل جزائري وثلاثي تونسي. جوناثان لوريمي اللي تحصل على المرتبة 9 من 19 متسابق في كل مسارات التأهل في البوبس ليج التزلج على الجليد، وفي إحدى الجولات كمل الرابع. يعني جوناثان مشروع بطل أولمبي. إلى جانب جوناثان بيا مقراني وسوفي غربال، ثنائي لقاء الدعم والمساندة والتفاهم من المعهد الفرنسي في تونس اللي تصح عليه عبارة تلقى الخير في البراني. والخير دز مع إيهاب عياد اللي رسم تونس في الجامعة الدولية للبوبز ليج رغم عدم وجود جامعة تونسية في هذا الاختصاص، وهذا دور وزارة الشباب والرياضة. الكل نيام وإيهاب يعمل في صمت دون كلام. وفي الختام أصبحت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية الراعية الرسمية للمشاركة التونسية في الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب، وتم إقصاء الشباب الممثل في إيهاب عياد الذي وهب الحياة لهذا الاختصاص الغريب العجيب عن تونس، والذي يجهل من تبنى هذه الرياضة أبسط قواعدها وقوانينها، وخاصة أسلوب التواصل والتعاون مع الرياضيين المشاركين في هذه الألعاب. الحاصيل ملا ألعاب، تجيك الفرصة ولا هدية، لا شقاء ولا أتعاب. هذا كان تقرير لبيب الصغير الخاص برياضيين اللي تأهلوا للألعاب الأولمبية الشتوية لاختصاص غريب عن رياضتنا. الحقيقة التقرير طريف من لبيب فيه برشا رسائل، واحنا حكينا برشا عن الموضوع هذايا. مشكور جدا إيهاب عياد اللي اكتشف العناصر هذه، وكان هو السبب وراء تأهل 3 من رياضيين للألعاب الأولمبية الشتوية اختصاص البوبز ليج. هكا بوبز ليج مونو تزلج على الجليد. هذا هو واضح. شكرا لبيب الصغير على